طبعا مثل ما خبرتكم راح اوريكم احلى من البيوت. طبعا هذه هي القلعة في ولاية عبري مثل ما خبرتكم قبل. هذا البيت عجبني طبعا فيه كثير مناظر كثير داخل هذه القلعة ممتدة، لكن راح اوريكم بس البيوت. صراحة فكر اني اسوي فلوج، لكن هذا فلوج بسيط لأنه ما راح أوف بكل القلعة. الصراحة كبيرة. هذه واحدة من الغرف، فشوفوا هذه النافذة. طبعا كان من قبل يحطوا الفانوس، ما تشوفوا حتى الدخان باين. هذه غرفة ثانية، ما أدري التصوير كيف بيكون واضح ولا لا، لكن بحاول يعني. لما تشوفوا هذا البيت بعد صراحة جدا بيوت ثرية جميلة. محطوطة هذه القلعة بس للسياحة. طيب تشوف يعني كيف كان قبل بالحجارة. هذا الباب يعني هي الغرفة جدا كبيرة ومن فوق طويلة، لكن هذا بعد في غرفة ثانية. صراحة ما عندي تفاصيل جدا عن البيوت القديمة، لكن عجبتني هذه القلعة فحبيت اني اصورها لكم. ما تشوفوا احنا طبعا عشان المياه ما تجي. طبعا الحين انا طلعت من فتحة ثاني، باب ثاني، لكن الصراحة القلعة كبيرة جدا، ما ادري يعني ايش اصور بالضبط، لكن بحاول احط لكم لقطات صورتها في السناب شات لانه بيكون افضل يعني من تصوير بالعرض من اليوتيوب. فان شاء الله يعني كمان راح احط لكم الرابط الموقع، واللي حاب يجي يزور هاي القلعة في ولاية عبري في محافظة الضارة في عمان يجي يتفضل. طبعا حاليا راح يغلق يعني القلعة. يا أخي أنا دخلت في مغارات، لكن ما أعرف إيش هذه بالضبط. قلعة قديمة في ولاية عبري. طبعا كان الأولين هنا يسكنوا قبل في هذه القلعة، لكن الحين صارت قديمة وتهدمت، فجاي استكشفها معاكم. طبعا الأبواب انتم متخيلين كيف في الارتفاع، بس عندكم هذه هي. طبعا انك ما ادري والله كيف راح اوصل، لكن بحاول يعني. طبعا اذا حابين فلوج اصور عن هذه القلعة بالكامل خبروني. ابغى اطلع فوق بس كيف ما ادري. اتوقع هذه طبعا نوافذ هنا لما يخلوا الفانوس او عشان يشع مكان. طيب كم هذا غرفة ثانية. اتمنى يكون تصويري واضح. ايوه بحاول اروح هناك الصوب عشان بس ايوه بالضبط عشان اطلع فوق. كنت تحت مثل ما شفتوا، فجيت منه داورت ووصلت البيت. طبعا انا افكر انه يعني كان سقف، لكن طبعا المكان كامل متدمر، لكن عادي الامور طيبة. فانا جيت هنا من تحت. طبعا اتوقع ان البيت كان طابقين قبل، هناك في بيوت ثانية كثيرة بالضبط، لكن احاول اغطي المنطقة كامل. طبعا مثل ما تشوفوا كان رتبة توسخت لانه باللون الاسود كعادي، ما علينا. فداكم.